محتارة تعملي ايه للغدا او العشاء؟ هاتي كوبايتين دقيق وتعالي نعمل احلى كريب سوبر قرمشة سوبر لذاذة خطير. بكوبايتين دقيق بس هتعملي كمية كبيرة جدا وطعمه حكاية. مقرمش من بره طري من جوه كده وطعمه خطير وسهل ولذيذ واقتصادي، ومكونات موجودة عندك في البيت. بصدر فرخة واحد حشيت كل الكمية اللي قدامك دي. اول مره بتشوفيني يا حبيبه قلبي اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، واعملي لايك وشير ومتابعه للصفحه. بصوا الكريب عامل معايا ازاي، بصوا خطير، مش هتشبعي منه خالص، حلو جدا. وممكن تحشيه باي حشوه موجوده عندك، لو بطاطس محمره مع شويه جبنه او شويه خضار، اي حاجه استريبس ممكن تحشيه، اي حاجه، شويه لحمه مفرومه معصجه كده، اي حاجه عندك مش هيقول لا. قبل ما نبدا سموا بالله وصلوا على الرسول ويلا نشوف معانا ايه. انا معايا صدر فرخه واحد، لقيته كده قاعد غلبان في الفريزر، قلت له تعالى هنتغدى بيك النهارده. قطعته مكعبات صغيره، ومعايا علبه زبادي مش صغيره، ومعايا شوية بهارات بقى، فلفل اسود، بابريكا، معايا شوية كده من بهارات الشاورما وملح. هجيب طبق بقى كده او بولة، وهنزل بعلبة الزبادي بتاعتي بالشكل ده، وهنزل عليها بالبهارات بتاعتنا كده ونقلب. نحط الاول شوية زيت، انا معايا شوية زيت، حابة تحطي زيت زيتون ماشي، عايزة تحطي زيت نباتي ماشي، اللي يريحك. ونقلب بقى المكونات دي كده مع بعض، ونحط بقى الفراخ بتاعتنا كده ونقلبها، ونسيبها في التتبيلة دي بقى، يعني ممكن ساعتين ساعة. انا كنت مستعجلة بصراحة ما سبتهاش، اشتغلت على طول، عملت بيها على طول، هسيبها بس شوية على ما اعمل الكريب بتاعي. في الخلاط بقى هحط كوبايتين من المية وكوبايتين من الدقيق، انا نخلاه، ده دقيق عادي متعدد الاستخدام. نزلت بيهم كده في الخلاط، وهنزل ببيض عليها رشة من الفلفل الاسود عشان زفرة البيض، وهنزل برشة من السكر ورشة من الملح زي ما انتم شايفين، وهضرب كل الكلام الجميل ده مع بعضه لما يمتزج كويس. وبالمعلقة كده هقلب الجوانب، هوقف واقلب الجوانب كده عشان الخليط يبقى معايا ناعم، مفيش اي تكتلات. وهبدأ ان انا اصفيه، لازم تصفيه بالمصفى عشان تتأكدي ان هو ناعم معاكي مفيهوش اي حاجة. انا كده صفيته زي ما انتم شايفين، هسيبه 10 دقايق بس كده يرتاح. وهبدأ ان انا احط الشاورما بتاعتي على النار، طاسة كده على النار فيها معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت يسخنوا كويس، وهنزل بالشاورما بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ده صدر فرخة واحد والله ما فيش غيره، هنعمل بيه كل الكمية اللي انتوا شفتوها دي. هقلب بقى كده كويس. التتبيلة دي خطيرة، هي بسيطة بس خطيرة، هتدوق طعم فظيع. نزلت ببصلاية متقطعة صغير وطماطم وفلفل، لو في فلفل الوان ماشي، فلفل اخضر فلفل احمر الموجود اشتغلي بيه. بصوا بقى الالوان والحركات، اول ما تنزلي بقى كده بالفلفل بتلاقي بقى الروايح خطيرة، حلو جدا. تقلبي بقى كده كويس مع بعض، وتسيبيها على نار هادية كده تستوي شوية كده، يعني ما بتاخدش وقت، سيبيها على النار هادية كده تستوي. وهنبدأ ان احنا نعمل الكريب بتاعنا. انا هنقلها على عين تانية، نقلتها على العين التانية جنب كده ووطيت عليها، وجبت طاسة ما تكونش بتلزق. وبصوا العجينة معايا عاملة ازاي، بصوا بعد ما سبتها ترتاح ناعمة جدا. الطاسة دي انا دهنتها نقطة كده من الزيت ومسحها بالمنديل او الفرشة، ونار متوسطة زي ما انتم شايفين. وهنزل بمغرفة من العجينة بتاعتي واقلبها زي ما انتم شايفين كده في جميع الاتجاهات كده، واحطها على النار. ما ابدأش بقى احركها خالص غير لما تنشف معايا زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوها كلها بدأت تنشف كده. هبدأ ان انا احركها، بقلبها بايدي عادي جدا، بس خلوها تاخد معاكم لون، اللي هو نقط الصفرة دي، لون مصفر كده، مش عايزينها تبقى عجينة كده. لما بتاخد لون بتبقى طعمها حلو كده ومستوية. انا بسيبها كده، قلبتها بصوا هنا خدت لون حلو ازاي. الطاسة بتاعتي بقى صغيرة، فهو الكريب بتاعي كده طالع صغير، هي دي اكبر طاسة عندي بصراحة فاشتغلت بيها. انتي بقى ممكن تحطي طاسة اكبر، طاسة مقاس 30 28، الطاسة اللي عندك كل ما هتكبري في الطاسة هتبقى الكريباية معاكي كبيرة وهتاخد معاكي حشو اكتر.
فانا ما عنديش طاسه كبيره، مش هعمل كريب يعني، لا هعمل احلى كريب. فانا بصوا بسيبها تنشف زي ما انتوا شايفين كده اهي قدامكم، الجوانب بتنشف كده وكلها تنشف معايا، بقلبها بالشكل ده. سهله وبسيطه جدا. بصوا اللون وجماله، بصوا خطيره. بصوا من حلاوه الكريب كده يتاكل حاف كده. الشاورما معايا استوت اهي. انا هطفي عليها النار كده، بس كفايه عليها كده. بصوا هبدأ ان انا اقلب كده بالشكل ده، واخرجها بقى على فوطة مطبخ او اي فوطة نضيفة عندك، وتغطيها عشان ما تنشفش معاكي. كل ما تطلعي واحدة واحدة تحطيها وتغطيها بالفوطة بتاعتك. انا كده خلصت كل الكمية. انا لسه سايبة يعني في على النار معايا، بس انا قلت شوية اللي انا عملتهم دول هبدأ ان انا احشيهم. بصوا طري معايا ازاي، طري جدا، ولا بيتكسر ولا بيتقطع ولا اي حاجة، ولونه حلو ازاي. وممكن تخزنيه في الفريزر، بيقعد معاكي 6 شهور زي ما انت عايزة، بيقعد معاكي كتير ولا بيجراله اي حاجة في الفريزر. تطلعيه فك وتحشيه. انا هنا معايا شوية جبنة هم موتزاريلا زي ما انتوا شايفين، بحط شوية كده. وهبدأ اخد بقى مش كتير يعني، حسب ذوقك الحشوة بقى حسب ذوقك. وبالمعلقة كده هاخد حوالي معلقتين كده من الفراخ بتاعتنا الشاورما بتاعتنا، وهحطها كده في الكريب. احط بقى شوية كاتشب شوية مايونيز، انا بحط بقى كده خفيف ما بكترش، لان عندي بنوتة صغيرة ولا بتحب المايونيز ولا الكاتشب. فانا ايه هضحك عليها كده واحط شوية صغيرين عشان ما تاخدش بالها وهي بتاكل. فهبدأ بقى ان انا اقفله حبة، تلفيه رول كده بالشكل ده، تتني الطرف لجوه وتلفيه رول كده بيبقى حلو قوي. هنعمل برضو الشكل التاني اللي هو شكل الكريب اللي بنجيبه من بره، يعني زي ما انت عايزة تعمليه. بصوا هحط جبنة تاني واحط من الحشوة كده، وهبدأ ان انا اقفل. احط شوية كاتشب كده صغيرين، شوية مايونيز كده. الازازة دي جامدة كده ليه؟ بس ابدأ بقى ان انا اقفله كده، اعمله كده شبه المثلث كده زي ما احنا بنشتريه من بره. نقفله هو كده كتكوت وزغنطوط كده، بس طعمه والله حكاية، طعمه حلو جدا يعني، مش عشان صغير بقى وكده. بصوا نحط تاني جبنة، هحشي تاني اهو، واحط تاني من الحشوة بتاعتنا القمر دي، وابدأ ان انا اقفل. مننساش بقى الكاتشب والمايونيز، حابة تحطي اي صوصات تانية حسب ذوقك بقى. ونقفله كده. بصوا كتكوت وزغنطوط حلو قوي. بصوا هبدأ بقى ان انا طاسة كده على النار، وببدأ احطه بقى يتحمص كده وياخد لون معايا ويقرمش. انا طبعا كان معايا لسه شوية من العجين، فحطه على العين التانية طاسة اللي هي بقلب وبحشي يعني. بصوا مشغلة هنا وهنا، اقلب واحط هنا ايه يحمر معايا. بصوا كده ببدأ بقى كل شوية ان انا اقلبهم علشان يتحمص معايا بالشكل ده. لما يقرمش وينشف معايا من هنا كده اخرجه. بصوا اللون واخد لون تحفة خطير. هو طبعا كل حاجة مستوية، بس انا بحب ان هو يبقى مقرمش كده، فبديله حقه شوية كده على النار زي ما انتم شايفين كده، عشان ما يبقاش معايا معجن كده كأنك بتاكل عجين، لا كده بيبقى مقرمش. وبرضو من جوه بيبقى جوسي كده من الحشوة طبعا، وبيبقى حلو جدا. بصوا اللون حلو قوي والله، مش هتشبع منه، خفيف جدا. غدا بقى عشاء اي وقت كده محتارة مش عارفة تعملي ايه، وبحاجات انا بحاول اعمل لكم حاجات اقتصادية كده وعلى قد ايدينا. والله صدر فرخة واحد حشيت كل الكمية دي. ما تبلغيش بقى في الحشوة عشان ما تخرجش بره، وكمان هو الكريباية صغيرة اصلا، عشان كده مش واخدة معايا حشوة كتير. بصوا الطاسه التانية طبعا انا خلصت العجين بتاعي، فبدات ان انا احط فيها احمر فيها برضو عشان اخلص بسرعه ما اخدش وقت كتير. اهون بقلب كده اللي يحمر معايا بخرجه. انا كده خلصت كل الكميه. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين حكايه؟ ايه رايكم بقى؟ كل الكميه دي من اللي صدق كوبايتين دقيق بس، وصدر فرخه واحد.
بصوا حلوة قوي، هتجربيه وهتدعيلي. لسه ما عملتيش لايك وشير واكتبي تعليق حلو كده منك يا قمر انتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم والله في الله، ويا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم. خطيرة والله، مقرمشة من بره وحلوة جدا، هتعجبكم قوي. بصوا ايه رأيكم؟ خطيرة حلوة قوي. هستنى رأيكم في اول تعليق، تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.